يا جماعة شكون كيفك في الغربة ونشتهي الملاوي مش نورمال. اليوم جبت لكم روسيت سهلة فيسا تتعمل له، ما فيهش برشا مكونات، تك تك فيسا. هيا بينا. اول حاجة خذيت شوية سميد معاهم شوية ملح، خلطهم بشوية ماء دافي وزدت عليهم شوية زيت، خلطهم جوست لميتهم روا ما تعجنوهاش العجينة. بعديك خليتها ترتاح مدة ساعة من زمان، بعديك مديتها بديت نلم فيها كيما قاعدين تشوفوا، كعبرتها كعبورات ودهنتهم بالزيت، خليتها ترتاح مرة أخرى. ومن بعديك دهنت البلون دو ترافاي نتاعي بالزيت وبديت نحل في العجينه نتاعي كيما قاعدين تشوفوا لين تولي ترونسبارون. ومن بعديك نبدا نرجع نلمها ونخليها ترتاح مرة أخرى، وناخذ كعبورة أخرى ونعمل لها نفس الحكاية ونرجع نخليهم يرتاحوا في عقلهم باش تجينا أكل ملاوي متاعنا مورقة وبنينة، وأهم حاجة طرية. وقد ما تعملوا لها زيت وقد ما تخليوها تخمر قد ما تجي طرية وتجي بنينة على الآخر. وكشفتوا كي تشوفوا اللمبولات هذوكم معناها عارفوا راهي الروسيت نتاعكم ناجحة 100%. من بعد خذيت كعبة أخرى بعد ما عملتهم بنفس الطريقة 3 مرات، خذيت كعبة وحليتها كما قاعدين تشوفوا. من بعد حطيتها على الطاجينة متاعي وخليتها تطيب، هي تطيب من الجهة واني ديريكت نقلبها. وشوفوا كل اللمبولات اللي قاعدين يطلعوا لي فيها، وقتها تعرفوا الروسيت نتاعكم ناجحة 100%. وهكا كانت النتيجة متاع الملاوي متاعي، وجيت بنينة تهبل، واهم حاجة اللي هي سوب راهي جات طرية، واهم حاجة بنينة. ومن بعد كده خليت لكم الكرة عندكم، عمروها باللي تحبوا وان شاء الله تاكلوا بشفاء. ما تنسونيش عاد في لايك كومنت وشير وشجعوني. يلا شهية طيبة وباي باي.